إدارة النادي الأهلي تستقر على رحيل جهاز كولر بالكامل. يا فرحتي أنا كده، يا سلام، يا أفرح بقى ولا زغرط ولا أعمل إيه؟ أنا مش فاهم. طب ما إحنا من بدري، ما إحنا بنقول لك من بدري، من أول ماتش السوبر الأفريقي الراجل ده شطب كورة. الراجل ده مش هينفع يلعب. الراجل ده مش هينفع يكمل مع النادي الأهلي. الراجل ده جبان. الراجل ده بقى يخاف. الراجل ده ما عندوش أي حاجة تاني يديها للنادي الأهلي. بعديها الانتر كونتيننتال، بعديها الدوري ضاع، بعديها كاس افريقيا ضاع. انت مستني بعد المصيبه ما تحصل وتيجي تقول لي اقاله كولر؟ يا فرحتي اعمل بيها ايه؟ بيك انت وبكولر. زي برضك رحيل سيد عبد الحفيظ، عليه علامه استفهام لغايه دلوقتي انا مش فاهمها. السيد عبد الحفيظ ازاي يمشي من الفريق؟ هي دي بدايه انهيار بقى الفريق، ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي، واحنا لغايه دلوقتي كاهلاويه مش عارفين الراجل ده مشي ليه. هل بسبب كولر برضه اللي دمر نص لاعيبه النادي الاهلي؟ علي معلول النهارده سبحان الله، الماتش الوحيد اللي كنت حاسس اللي هو عايز علي معلول الماتش ده، مش عارف ليه. علي معلول دمر، وقفشه دمر، ورضا سليم دمر، ايمن اشرف دمر، شريف دمر، كل دوت دمره. حتى عبد المنعم فضل بص يزهق في امه لحد ما مشاه. انت مستني الراجل ده؟ انا بحس ان هو جاي ينفذ مخطط ونجح فيه. والله العظيم منكم لله. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي. سلام.